الو صباح الخير. استاذ سيحة عامل ايه؟ مع حضرتك ميحة من شركة ابسي للعقارات للتطوير العقاري. النهارده انا جاي بعرض على حضرتك الوحدات اللي عندنا والمساحات الموجودة والمتوفرة عندنا. عندنا مساحات بتبدأ من 3 4 مليون جنيه. اعمل لك ما فيش فلوس، اقول لك ما فيش فلوس، اغنيها لك ما فيش فلوس علاوه، ما فيش فلوس علاوه كمقدم والتقسيط على 10 سنين بمقدم ل 4 مليون جنيه. ده لو حضرتك حابب طبعا انك تقدم معانا. عندنا في اماكن كتير جدا في تجمع خامس وفي الشيراتون وفي كل الاماكن اللي حضرتك تحبها. قول لي حضرتك مهتم بانهي وحدات؟ 4 مليون جنيه شفت المقطوع. فلوس يا حبيبي ما فيش فلوس، ما فيش فلوس. استنى كده اشوفهم في المحفظة. 4 مليون جنيه فلوس يا حبيبي ما فيش فلوس، ما فيش. حجوج يا حجوج يا حجوج. هزفت النيل انت وصحيني من النوم ليه؟ عايز انام عشان الحق اروح اجيب الشراب اللي انا بخيطه عند الخياط ده واروح بيه شغل بكره. عايز ايه بقى عشان انا مش فاضيلك؟ معكش 4 مليون جنيه؟ 4 مليون جنيه سامعني؟ 4 مليون جنيه 4 مليون جنيه؟ اعمل لك ما فيش فلوس، اقول لك ما فيش فلوس. ليه يا روح امك؟ هتعمل بيهم ايه ال 4 مليون جنيه؟ بقول لك ايه يا حبيبي، هو انت عليك عمولة في الموضوع ده صح؟ عمولتك كام؟ يا استاذ سيحة انا عملت 2.5%. 2.5%؟ لا خليها لك 5. باشندي صح؟ ايوه بسرعه خلص يا حلو. اراك توزع من مال امك. عسل. يا عم ابويا راجل غني ما يهمكش، معاه فلوس كتير ما يهمكش. خليك معايا بس استنى اتاكد منه. خلاص تمام انا منتظرك يا فندم. ده عقار اخلاق من حضرتك. شكرا. هقول لك انا اصل انا كنت عايز اشتري عقار ب 4 مليون جنيه والراجل الغلبان ده عملته 2.5%، فانا قلت له هديك 5، فهو كان هياخد مليون جنيه فانا قلت له خد 2، فمعكش 6 مليون جنيه. باشندي صح؟ ايوه بسرعه خلص يا حلو. اراك توزع من مال امك. عسل. 6 مليون جنيه؟ ابوك معاه فلوس كتير؟ ليه؟ بس رجهم انا بروح الاقيهم في الشارع. ايه اروح اراك توزع من مال امك؟ انا بروح توزع من مال امك. 6 مليون جنيه وانت مال ابوك كان من بقيه اهلك هتديله بدل 2.5 5% من بقيه اهلك، هو كان اخوك. طب اعمل على فلوس ابوك يا اخويا بما انت بتعمل على فلوس الناس. مش قادر جالي اتجاج في المخ واديني المستشفى. الو يا فندم يا استاذ سيحة، السويت اللي انا عمال اسمعه ده يا فندم. طب حل مشكلتي، طب هات ال 5% وما تشتريش يا فندم. طب هات عمولتي يا فندم. طب قدر تعبي. طب موتوا بعض بعد ما تديله فلوسي يا فندم يا فندم. الو يا اسطى انت عبيط يا اسطى، هو انت صدقت ان انا هديك 5%؟ ده احنا عيله شحاته. يا اسطى ده احنا عندنا الشراب بيتخرم 50 مره، احنا موديين للترز المره ل 90 من كتر ما اتقطع وداب. انت بتكلم عيله ما بتحتكمش على جنيه، تقول لي انت 4 مليون و6 مليون؟ انت بتهزر يا اسطى. خليني مسكت انا والراجل بسبب كلمتك دي. اتكل على الله. مبسوط انت كده ها؟ مبسوط لما عرينا نفسنا قصاد الناس وبينا لهم ان احنا مالناش فلوس، وانا عمال بقى امشي للناس واقول لهم ده احنا معانا ملايين، ده احنا معانا مليارات، ده انا ابويا راجل غني. كل ده كذب وانا اللي قايله. بس انت قايله. انا قايله كذب. انت قايله كده؟ اتمنتجت حاجات. هقول لحضرتك كلام. ابويا معاه عربيه، ده انا ابويا وطالع يديك السما وانت في الاخر مكنزهم مش عايز تطلع الجنيه. خليك براحتك. انا لو ما خدتش منك الفيزا في يوم من التنايم كده وهشبرق كده واعمل بقى ايه اتصالاتي ودنيتي وبراحتي. ما تبقاش تبعزجها تاني وحياة امك ها، علشان انت بتبعزجها جوي وما بتعرفش تلمها. ما تعملش نفسك طيب. بتحط نفسك في مواقف بايخه. ايه ده؟ تم سحب 3000 جنيه، تم سحب 10000 جنيه، تم سحب 20000 جنيه، تم سحب 50000 جنيه. ايه؟ ايه ده؟ ايه اللي حصل ده؟ انت جبت بالفلوس دي ايه؟ ده انا مش عايز اقول لك انا عامل فيك ايه؟ ده انا هفرمك النهارده.
ولا جبت الفلوس دي ايه يا؟ قول لي. ايه اللي جالك؟ اعمل نفسك ميت، اعمل نفسك ميت. 50 20 يا نهار ازرق، وانا قايل لهم ما يبعتوش رسايل. يا نهار ابيض، ما مش انا ما ممكن يكون حد تاني، ممكن يكون حد تاني، اكيد مش انا ما اشتريتش حاجه، ما اشتريتش حاجه فعلا، ولو اشتريتها هقول لك. ما اشتريتش حاجه؟ امال مين اللي صرف الفلوس دي كلها يا روح امك؟ الفلوس فين يا؟ الفلوس فين؟ ده انا هحجزك هنا مش هتطلع الا لما تولد لي الفلوس دي. ده داخلين في 100,000 جنيه. ده انا مش هحل اللي جابوك. ده انت يومك مطين بتين معايا النهارده يا سيح الكلب، لحد ما اخليك تولد لي الفلوس دي. انت هتولدها النهارده. انسى ان انا هسيبك، مش هحلك مش هحلك. اي مجنون ليه النهارده؟ في ايه اللي حصل؟ ما كانوش 100,000 جنيه يعني. انا عايز اقول لك انت راجل مجنون. لا انت في ايه؟ ما كانوش 100,000 جنيه اللي صرفوا يعني، ما كانوش 100,000 جنيه. ما انت قلبك كتير قد كده مستخسر 100,000 جنيه تطلعها. احنا بقى يا اخي بطل بخ يا معفن. قول لي صرفتوهم في ايه؟ قول لي الفلوس دي اتصرفت في ايه وانا هرتاح. عرفني اتصرفوا في ايه؟ هقول لك بس ما تضربش. انا بقول لك اهو، لو ضربت انا مش هقول. يا عم قول ومش هضرب. قول بقى قطعت نفسي. الصراحه كده انت مخلف خلفه محترمه، وانت مخلف واد جدع وابن ناس اللي هو انا يعني. فانا عشان جدع وابن ناس وان انت ربيتني على الوصول، ولما يكون في حد محتاج مني حاجه ما اتاخرش عنه. مش الكلام ده صح؟ حلو قوي. انا جالي يا عم 3 4 كده 5 6 قالوا لي يا سيحه يا حبيب قلبي احنا مزنوقين في قرشين. قلت لهم يا اخواتي يعني تتزنقوا واخوكم موجود، ده اخوكم ابو الجدعنه والرجوله وابوه مربيه على الغالي، ابوه مربيه على الاحترام ويساعد الناس كلها يا حبايبي. قالوا لي احنا مزنوقين في مبلغ 100,000 جنيه. قلت لهم ليه؟ قالوا لي عايزين نجيب شويه حاجات كده وشويه شوبينج وبتاع، عايزين مش عارف نجيبوا لاب على تليفون على بتاع حاجات زي كده اللي هم مزنوقين يعني. وانت عشان ربيتني على ان انا ابن محترم وواد محترم وبيسمع كلامك وبيحب يساعد الناس، قلت لهم عليا دايما ما انا مستخسرها فيكم، فزت بقى تحت امركم. قلبي خدوا واسحبوا منها اللي انتوا عايزينه واديتها لهم وقلت لهم على الرقم السري. يا ايه دي خبر. بس ما اعرفش ان هم سحبوا يعني وهجي لك رسائل. انا افتكرت ان هم مش هيجيبوا رسائل. يا خبر ابيض، بتدي لاصحابك 100,000 جنيه؟ قالوا لي هنبقى نردها لك في اقرب وقت، او لما ربنا يكرمنا هنبقى نرد لك المبالغ دي كلها. بتديهم الفيزا؟ يعني مش بتديهم الفلوس؟ طب سيبك من دي سيبك هنعديها. هو انت يلا عبيط ولا اهبل؟ في حد يدي حد 100,000؟ طب قلت لهم يا جدعان والله ما رضيتهاش، اخوكم ابو الجدعنه افتخر بابنك بقى يا اخي، افتخر بابنك. حد يدي حد فلوس عشان يروح يجيب له لابات؟ طب اديله عشان ياكل، اديله عشان يشرب، بتديله يروح يعمل شوبينج يا عبيط يا ابن العبيط يا اهبل يا ابن الهبله يا مغفل يا ابن المغفلين. يخرب بيت سنينك. انا مش عارف اعمل فيك ايه. انا تعبت، انا بجد تعبت. وكمان يهبل يا ابن الهبله بتصدق كلامهم، يقول لك هنجيبها لك مع اقرب فرصه لما ربنا يكرمنا. في حد بيرد 100,000؟ يخرب بيت ابوك، يخرب بيت غبائك، يخرب بيت غباوتك. انا مفيش حاجه اقوم اضربك، انا مش قادر، انا الصدمه هتموتني، مش قادر. غور من وشي وما اشوفكش، ما تورينيش وشك. انت لا ابني ولا اعرفك، انا متبري منك، انا متبري من خلفتك. يا جدعان حد ياخده ومش عايز بديله، خدوه ريحوني من يا ابني غور. يا عم هو انت ليه مقفر في الموضوع؟ يا اخي ساعتك بالدنيا بقى. اوعى كنت تعبان تعبت. اجيب لك شويه ميه بملح؟ يا ميه بليمون؟ ميه بملح؟ او اجيب لك شويه 50 اعصر لك 50 ليمونه؟ ما انت بقى معاك فلوس كتير فاحنا ممكن نجيب ليمون كتير. قول لي بس اللي انت عايزه وانا اجيبه لك. طب اجيب لك شويه حلويات من البيتزا بتاعتك؟ اللي انت عايزه يا عم. بس صحتك من الدنيا والله، فداك فلوس الدنيا فداك. صحتي اللي انت ضيعتها، انت بوظت لي صحتي. فداك. قول لي فداك يا حبيبي، فداك فلوس الدنيا. انت بس اهم حاجه انت صحتك تكون بخير، ما يشغلكش الفلوس في داهيه يعني. ولو انت يعني عامل عليهم قوي كده ممكن اضيع لك الباقي عشان ما تحسش بالذنب يعني. هتضيع لي الباقي؟ ما هو ناقص، ما هو ده اللي ناقص. انت فاهمني؟ ايه ده؟ ما بقتش نافعه خلاص، انت جننتني، انت جبت لي ارتجاج في المخ، خلاص انا بقيت اتجننت. بص انا مش عايزك تشيل هم حاجه.
لو اتجننت السرايا الصفراء موجوده، هحجز لك مكان فيها من فلوس الفيزا بتاعتك برضه، فما تقلقش كل حاجه موجوده، انا مش عايزك تعمل اي حاجه خالص. هتوديني السرايا صفرا وبفلوسي كمان؟ يا اخي خد مشهد الحكومه تقيله.